بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا الذين جعله الله إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسبون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور وإذا هم من الأجداث إلى ربهم يحسبون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وبلغ اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصبروا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم واستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانهم وما استطاعوا به ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يرجعون وما علمناه الشيء وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما وأنعاما وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزن قولهم إنا نحن يسرون وما يؤمنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام ويميت قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر أخرج نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة أسعد المخلوقات كحبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون غمر ذكرك الله
كلماتك كلما ذكرك ذاكرون غير ذكرك الغافلون اللهم صل على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد مخلوقاتك ومداد كلماتك ذكرك ذاكرين وغنى ذكرك الغافلين وسلم الله تعالى سادتنا وسادة رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتحكن عليها نهي عليها نمت عليها نبعث إن شاء الله تعالى منها الآمين آمين. لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد
محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله سبحان الله وبحمده 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 الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله. يا الله 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 يا يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا
محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على عبدك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. الله وزارة الله خصوصا صاحب محمد الحاصل المضاف من عبد الرحمن محمد المنور وصول وأخرى وأبي وأم الشام الشام الجميع منتقل من هذه الحرب من المسلم المقرن كبد المقدم البلد على بالمبان دار السلام قلوب جميعين ثم إلى خصوصا لمن لهذه القراءة لأجلهما الآن السيد الحبيب أحمد فريد بن محمد بن شبوك مثالي وأستاذ الحبيب الأركة محمد بن أحمد بن حسان فرعك ووالدينا ووالدكم خاصة وأماتنا وأماتكم المسلمين عامة أن الله يغفر لهم ويرحمهم برحمة الله يدخل في قبورهم ورحمة الله ومن إلى حضرة النبي. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت في النبي المرسلين. صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى. صلى وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. وصلى وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وأوصر وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم ما حللناه من لا إله إلا الله ما سبحه سبحان الله بحمده وما قلناه يا الله يا اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذه العشية المباركة في هذا المجلس المبارك هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نهديها ونقدم ثواب هذه الجرى إلى سيدنا وحبيبنا شفينا قرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه أجمعين. ثم إذا ركبت أولئك المقرب من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا سادتنا أولئك أهل المعنى والبقيع وأهل الزنب الفرد وقدر أجمعين وأهل حضرموت كلهم أجمعين. ثم إلى خصوصا سيدنا مولانا المهدي محمد بن عيسى سيدنا أحمد بن عيسى سيدنا عبد بن عيسى سيدنا علي بن بني ومسافر بن علي بن أبي خلع القسام سيدنا مولانا صلى الله عليه وسلم محمد بن مربان وسيدنا مولانا صلى الله عليه وسلم الفقيه المقدم محمد بن علي بعالمي سيدنا علي بن الفقيه سيدنا علي بن الفقيه إخوان أجمعين وصولهم وفروعهم
ثم اسم بركته من عبد الله تعالى به سيدنا محمد مولى الدولة بن قطب الأقطاب الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف ومن في طبقته الحبيب محمد بن حسين بن الله محمد بن مريم محمد بن المولى عيدين وأصولهم وفروعهم أبي بكر سكران وعمر مخضار إخواننا أجمعين وأصولهم وفروعهم ابن أبي بكر سكران بن الأكبر حبيب عبد الرحمن المكشف بن قطب الأقطاب الحبيب أحمد شبل الأكبر والحبيب أنا أبو بكر الأدين وأخي حسين والحبيب أحمد بن أبي بكر حداد الشيخ عمر بن خلف فخر الشيخ بكر بن سالم سلم الشيخ بن سالم أبي بن سالم هو الإبنان وصوله وفرهم قبل البصر بن عبد الرحمن العطش البارس قبل رجال وغثي المالح بن عبد الله بن علي بن محمد الحداد والحبيب محمد زين الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن الله الفقيه والحبيب حامد بن فريق بن حامد وصولهم وفرهم من ساداتنا لأبي كلهم وجميع سادة سفيان مكان في الشارق الأرض إلى مغربها وبرها ثم الأروج من سادة الأوجه المؤلف كتب النافعة مسلم كتب النافعة مشايخ الحضراء والأذكار والأوراد والأحزاب ومزمة والصلاة والدعوات من جهة كلهم أجمعين سلسلة قراءة كتبهم وأورادهم وأحزابهم وزماتهم صلواتهم دعواتهم ونجاتهم في معهدنا في مجلسنا في أيامنا في مجلسنا هذا خاصة حبيبنا الحبيب محمد بن حسين بن عبد الله الحبشي وصاحب هذا الحارة صاحب هذا المقام سأل الدارس الحبيب عبد الرحمن بن محمد المنور وأصوله وفنج رسالة الأمين من أهل البلد قال دار السلام كلهم أجمعين ثم إلى خصوصا لمن جرى هذا لأجلهما الحبيب البركة أستاذنا ومعلمنا الحبيب البركة الحبيب محمد بن أحمد بن حسان فدعك والعام السيد الحبيب أحمد فريد بن محمد بن أبي شبكة بن سالم ووالدينا ووالديكم خاصة وأمواتنا وأموات المسلمين عامة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل الطلال بين أيديهم واجعل فكاكا لهم من النار وحجابا لهم من النار وسترا لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم تقبل أعمالهم وتجوز سيئاتهم اللهم ادخل في قبورهم روحا والريحان والبشار والآمان والفشة والرضوان واجعل يا ربنا قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل خفرة من خفرة النيران برحمتك يا عزيز يا رحمن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سر الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم تقبل الله منكم الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله على كل حال اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد سيد أهل الكمال وعلى آله وصحبه أجمعين من يومنا هذا أيام المعاد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين معاشر الحبايب حبابات hadirin hadirat ikhwani jamaah majelis taklim Kampung Munawar di kediaman Habibul Barakah Abdurrahman bin Muhammad Munawar rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut.
Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Sadaqallah wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Ma'asyiral habaib hadirin rahimakumullah, wa ba'd. Pertama kami ucapkan alhamdulillah ala kulli hal, dan kami ucapkan terima kasih kepada hadirin hadirat sekalian yang telah bersama-sama tadi barusan kita membacakan daripada surat Yasin, tahlil, tasbih, tahmid, salawat dan beberapa ayat Quran lainnya, yang mana majlis hari ini kita warnai seperti ini. Mungkin kita semua sudah tahu, yang dikarenakan dengan izin Allah kemarin kami sebagai salah satu daripada alumni Pondok Pesantren Al Khairat Bekasi ingin mengajak kita semua untuk menunjukkan rasa duka cita kita atas apa yang menimpa musibah pada Pondok Pesantren Al Khairat Bekasi, terkhusus daripada keluarga besar Abuya Habib Hamid Nagib Syabukam Salim dan keluarga besar Habib Ahmad bin Hasan Fadak, yang mana ikhwan rahimakumullah ini semua Allah yang ngatur. Qaddarallah ma syafa'at. Dua orang yang memberikan makna cukup besar di Pondok Pesantren Al Khairat, terutama guru kita Al Habib Muhammad bin Ahmad Fadak, yang beliau terus lebih lagi setelah wafat ayahanda beliau lebih berkiprah, lebih banyak lagi memberikan, mengorbankan waktu, tenaga pikiran beliau untuk menghidupkan, mengembangkan Pondok Pesantren Al Khairat bersama guru kita yang mulia Habib Hamid Nagib Syabukam Salim. Begitu juga Pondok Pesantren Putri Pondok Al Khairat. Begitu dengan kesemangatan beliau pun berdakwah di Bekasi itu, dan beliau termasuk salah satu tokoh ulama muda yang disegani terutama oleh orang-orang yang berseberangan dengan pemahaman kita. Beliau terkenal seorang dai yang tegas, yang tidak aling-aling kalau mengatakan sesuatu yang salah adalah salah, dan sering beliau mengkritik hal-hal yang dianggap orang biasa tapi itu ternyata suatu kesalahan. Masalah bab rahmatullah, alhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kehendak Allah, Pondok Pesantren Al Khairat terutama Buya Nagib guru kita, kita ucapkan kepada beliau a'adhamakumullah ajrakum wa ghafarallahu mautakum wa ahsanallahu azakum. Keluarga besar Al Khairat pada umumnya mengalami musibah yang Masya Allah, kehilangan dua orang dalam satu hari. Al-Am Sayyid Ahmad Farid bin Muhammad bin Hamid Syabukam Salim itu adalah kakanda guru kita Habib Nagib, kakanda Buya Nagib yang selalu mendampingi Buya Nagib kalau ada acara-acara, termasuk kegiatan yang ada di pondok. Beliau rajin duduk sama santri ikut Buya Nagib. Kalau ada acara-acara di luar pun beliau mendampingi, dan Syekh Muhammad pun dalam urusan memakmurkan masjid pun sama, sholat waktu di situ, dan beliau sibuk dengan mengajarnya. Subhanallah, dua orang ini dipanggil Allah di hari yang sama, cuma beda jam, selisih mungkin kurang lebih tidak sampai 12 jam. Yang mana keduanya insyaallah kita yakin dan husnuzon sebaik-baiknya kepada Allah, telah dimuliakan Allah. Karena dua-duanya beliau ini almarhumah diberikan Allah sakit cukup lama dan cukup berat, cuma memang tidak terlalu dihebohkan. Tidak terlalu dihebohkan karena kita kadang-kadang memang tidak menginginkan hal-hal yang sifatnya nanti berlebihan. Tapi doa Fatihah terus kita panjatkan untuk kedua orang yang kita cintai ini, terutama Ustaz Muhammad Amin Farid, sudah kita fatihahkan, namun Allah berkehendak lain. Namun sakit yang mereka berdua alami itu insya Allah kita yakin sebelum ini mereka berdua sudah mulia, tapi dengan sakit yang beliau alami sebelum wafat Allah lebih muliakan lagi. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah seorang muslim mengalami satu berikan Allah satu cobaan dalam bentuk penyakit kecuali Allah berikan dua hal untuk dia. Imma mukaffiratul lidzunub, ngampunin dosanya, kedua ngangkat derajatnya. Ngampunin dosa dan ngangkat derajat. Yang mana insyaallah dengan sakit yang beliau alami cukup lumayan, Farid itu sampai berobat keluar di Indonesia ke negeri, berusaha untuk sehat, itu sunnatullah, sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad juga selama sakit beliau berapa kali keluar masuk rumah sakit, sampailah dengan izin Allah
keduanya dengan keadaan yang terpisah sebetulnya. Ketika sakit itu terpisah, tidak di satu rumah sakit. Yang Habib Farid di suatu tempat, Habib Muhammad di suatu tempat, tapi qadarullah, Allah takdirkan keduanya wafat di hari yang sama dengan sebab penyakit tadi. Dan sungguh kita merasa kehilangan besar, terutama mereka yang ada di Bekasi. Ya, karena istilahnya kalau boleh dikatakan Habib Farid itu yang sudah disepuhkan saat ini. Habib Nagib disepuhkan di Bekasi, Habib Muhammad pendamping Habib Nagib dalam berdakwah. Ya, dua orang yang ya kanan kiri Abu Nagib yang memberikan pengaruh cukup besar di pondok. Kedua-duanya diangkat, dipanggil oleh Allah secara berbarengan. Ya, kemarin Habib Farid dimakamkan ba'dal asar. Ya, beliau di jenazahnya terus di Bekasi di rumah beliau. Dan rumah beliau ini akhirnya sebenarnya berdampingan awal. Ya, Habib Farid sama Habib Muhammad sebelum beliau pindah ke rumah dekat Banat, itu Habib Muhammad tinggal di rumah abahnya Habib Ahmad Fadak, berdampingan sama rumah Habib Farid. Lalu beliau setelah beliau memegang pondok pesantren Putri, beliau bangun rumah di samping pondok Putri sampai akhir hayatnya. Tapi majelis beliau tetap di samping rumah Habib Farid. Habib Muhammad ini punya majelis cukup besar, cukup ramai, terutama di Ahad pagi. Minggu pagi itu datang anak-anak muda, muhibbin itu dari seputar Bekasi itu berdatangan. Dari Ba'dal Isyraq sampai jam 7:30, jam 8 berbubar, sampai jalan itu ditutup saking ramai yang hadir majelis beliau. Orangnya ilmunya Masya Allah. Beliau pernah mondok di Bangil ya, zaman Sarasan awal termasuk. Lalu beliau dimuliakan Allah lagi setelah mondok di Bangil, mondok di Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit di Madinah, ya, termasuk rombongan awal juga yang mondok di Madinah. Beberapa tahun di Madinah, lalu beliau pulang. Alhamdulillah kami dan kebanyakan alumni Al-Khairat belajar duduk sama beliau, baca kitab sama beliau, dan banyak mendapatkan bimbingan dari beliau. Kita berdoa minta semoga Allah mudah-mudahan Allah munculkan orang-orang yang tangguh, orang-orang yang mulia, orang-orang yang bisa menggantikan kedudukan beliau-beliau ini, mendampingi Abu Nagib dan semua keluarga besar Al-Khairat untuk terus menjalankan, mengembangkan daripada pondok pesantren Al-Khairat Bekasi insyaallah taala, baik itu pondok laki-laki ataupun pondok perempuannya insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah angkat 2 orang, Allah ganti puluhan orang untuk menghidupkan terus, mengembangkan terus pondok pesantren Al-Khairat baik putra ataupun putrinya. Ma'asyiral habaib wa babat hadirin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini kami mewakili semua alumni Al-Khairat Palembang mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran antum pada petang hari ini di acara majelis ini yang kita roba warna jadi tahlil, ya, insyaallah sama pahalanya sama, dan mudah-mudahan niat kita pun diberikan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kami mengundang untuk antum semua jaturi tahlil malam ini. Kita kebetulan subhanallah memang sudah terjadwal, kita ada majelis bulanan alumni Al-Khairat yang kita jadwalkan di Magom Datuk Agil, gabungan dengan majelis zikir ziarah yang biasa kami asuh bulanan juga di setiap awal bulan malam Rabu. Jadi kita majukan malam Selasa ini digabung. Nah, kebetulan malam Selasa ini subhanallah ya, orang yang kita cinta ini wafat meninggal dunia, kita sepakat untuk kembali mengadakan tahlilan malam ini. Ya, jadi kalau hitungannya hari pertama tuh malam ini tahlilnya di Magom Habib Agil bin Muhammad bin Umar bin Yahya, Simpang Veteran Dr. Anissa. Lihaturi ikhwan sama sekali insyaallah pada salat Isya jam 8 paling lambat dimulai. Dan seperti rutinitas kita, biasa kita ada tahlil, ada ziarah, dan ditambah nanti dengan pembacaan qasidah burdah insyaallah yang merupakan ciri khas daripada acara temu alumni dan Al-Khairat Bekasi. Ya, kita malam ini baca Yasin tahlil, mungkin asma Nabi tetap kita baca, lalu ditambah lagi dengan pembacaan qasidah burdah insyaallah taala. Jaturi sama sekali ikhwan. Lalu kami mengundang para habaib sekalian tolong sampaikan sama yang lain yang tidak hadir. Untuk tahlil hari kedua dan ketiga, kami alumni mengadakan tahlil untuk 2 orang yang kita cinta ini, bertempat di Kampung Sungai Bayas di Majelis Al-Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab atau di rumah Habib Hamid, di rumah Habib Hamid di Sungai Bayas ba'dal asar jam 4:04 paling cepat, paling mundur 4:30 kita mulai. Besok hari kedua, ya, malam ini hari pertama jatuh hitungan tahlilnya, dan besok hari kedua, hari Rabu hari ketiga tahlil ba'dal asar. Jadi di sini kami sampaikan juga pada ummahat di bawah, tolong saling sampai ikhwan galo-galo, majelis Rabu di tempat Habib Cik Waspada kita pindahkan di
rumah Habib Abdullah bin Syahab atau rumah Habib Hamid Al-Hamid Al-Bin Hamid di Sungai Bayas. Tapi minta maaf ummahat, untuk Rebo ini khusus laki-laki. Jadi untuk ummahat libur isilah waktu dengan hal yang manfaat. Untuk yang laki-laki, kalau antum memang ada kegiatan yang lain jaturi, libur itu diisi dengan yang baik. Kalau antum memang kosong, ada waktu luang, fadhal bergabung. Akan mendoakan kedua orang tua kita, guru kita ini, dan juga untuk orang-orang tua kita yang telah wafat. Jadi sekali lagi kami ulangi, jaturi undang khusus laki-laki. Tahlil hari kedua besok. Yang pertama malam ini jaturi dulu hadir, yang ada kemampuan, siapapun antum yang laki-laki, untuk sekalian ziarah, zikir ziarah, majlis burdah dan tahlil untuk almarhum Sayyid Al-Habib Ahmad Farid bin Muhammad bin Hamid Syabaka dan guru kita Habib Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fadaat. Kemudian tahlil hari kedua besok ba'dal asar jam 4:04 paling cepat, 4:30 paling lambat kita mulai. Hari ketiga insyaallah hari Rabu di tempat yang sama di Kampung Sungai Bayas, di rumah Al-Habib Abdullah bin Syahab atau rumah Habib Hamid bin Ahmad bin Abdurrahman Al-Bin Hamid. Jatui tolong saling sampai insyaallah ya, besok tahlilnya dan hari Rabu. Jadi hari Rabu sekali lagi kami sampaikan, majlis diwaspada, diliburkan, cuma yang lanangnya jaturi untuk gabung pergi tahlil. Untuk yang perempuan mungkin istirahat di rumah, ada SPS di rumah, carilah kegiatan yang manfaat. Dan kami minta tolong didoakan terus, mudah-mudahan ya, orang-orang yang kita cinta ini mendapatkan kenikmatan dan kita mendapatkan pengganti dari Allah yang bisa menutupi kekurangan atau kekosongan ini. Amin ya rabbal alamin. Kini saja ikhwan yang bisa kami sampaikan. Untuk majelis-majelis lain insyaallah berjalan seperti biasa insyaallah taala. Kemudian ikhwan rahimakumullah wa faqakumullah, kami sampaikan juga undangan peringatan haul Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. InsyaAllah akan diadakan pada hari Ahad yang akan datang. Ahad yang akan datang di rumah almarhum yang masih ada di depan Musim 4, jam 9.30 sampai selesai. Pagi ada ziarah insyaallah di makam, mungkin sekitar jam 6.30 di makam Habib Ahmad bin Al-Kaf di Telaga Swida. Dan kami mengundang ikhwan juga, para sahabat terutama jaturi habaib juga yang bisa hadir malam Ahadnya, yaitu malam Ahad sebelum acara haul kita ada majlis zikir ziarah Kambang Koci. Mungkin di rumah Habib Ahmad ada kegiatan maulid, ya jaturi yang nak hadir maulid, yang mau gabung ke majlis zikir ziarah jaturi ya, jaturi malam Ahad yang akan datang insyaallah majlis zikir ziarah Kambang Koci ya. Ba'dal maghrib kita kumpul di Mushola Fakhar di Kampung Ilej. Ba'dal isya kita mulai ziarah insyaallah taala. Dan untuk ziarah seberang ulu malam Kamis depan insyaallah, malam Kamis depan insyaallah kita baru ziarah seberang ulu, kumpul di Haddad ba'dal maghrib, kemudian lanjut ba'dal isya ziarah ke pemakaman aulia seberang ulu. Itu saja ikhwan yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jaturi bagi buka qasidah ya Rabbana bi ali basin. Nanti kita tutup dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana ya Rabbana unsur lana juyushana ayyadhum biquwatin ya Allah miriyahun annati sinanal uhud warsil adaban daiman Tebalimin ya
وسجد يا إلهي بالفضل وبالحسن سلكت بيد الظالمين يا الله بهم سلكت بالضحى حقنا وما أضعنا من بلاد يا الله آمين 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 يا رب العالمين. Sambil bagikan martabaknya, Ivan duduk sebentar ya, ada sedikit makanan dengan yang mahat mungkin didulukan, tolong gahwanya juga tolong dibantu biar lebih cepat. Ya Rabbana tarafna li'annana tarafna wa annana asrafna ala lada asrafna fatub alayna tawbah waghfir likulli hawba wastur lana al-awrati wa amin al-rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخواني وسائر الغلمان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين يا ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا في المصطفى الرسول نحظى بكل السود صلى وسلم ربي عليه وآله وصحبه عداد توصي صحبه والحمد لله. Fatiha dan usul ya Allah terus salam ala sallallahu alaihi wasallam Maria binti Idris bin Syahab Santi binti Sukri wa kullu man awsala bi shifa' min khair asal ahbabana nama yashfihim shifa'an ajlis wa nusabuna ala wa sallallahu ibatan khair wa musyabiha hadratin nabi. Fatihah. Tabaknya bocor, masih ada yang belum dapat. Dahwanya juga kalau baca naik bocor. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana warhamna anta khairur rahimin fansurna 'alal qawmil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kalau ada mutabak yang masih tolong di dalam, ada yang belum dapat di dalam belakang dibagi. Yang sudah jatuh dapat, yang nak makan sini makan. Bagikan yang belum dapat. Kopinya tolong dikirim ke atas, bantu itu kopi biar cepat. Sikitnya bulan dari